يهل علينا عيد الفطر المبارك بعد صيام وقيام في هذا الشهر العظيم، وما جاء العيد إلا كمظهر من مظاهر الفرح في دين الوسطية، ففرحة العيد عبادة وشعيرة من شعائره المعظمة، فكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية. الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في سهرة من سهرات عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات. واسمحوا لنا باسمكم واسم جميع مشاهدي ومتابعي قناة سلام الفضائية أن نرحب بثلة من مشايخنا الكرام وقامات من قامات بلادنا الحبيبة إريتريا، متفرقين في أرض الله الواسعة ينشرون العلم والفضائل، فدعونا نرحب بهم وننهل قليلا من رحيق أزهارهم الندية ونتفسح في رحاب بساتينهم. مرحبا بك فضيلة الشيخ جمال سعيد. حياكم مرحبا الله شيخ جمال. أهلا الله وسهلا يحييكم. بكم، وعيد مبارك على الجميع. على الجميع. نرحب بالدكتور محمد جمعة أبو الرشيد. يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا، يا مرحبا، ولست دكتورا بالمناسبة. الله يحييكم. كمان نرحب عيد بفضيلة مبارك. الشيخ أبو حنيفة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية من عند الله طيبة مباركة بهذه المناسبة الجميلة والرائعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن تقبل منه صيامه وقيامه. اللهم آمين اللهم آمين. مرحبا بروف جلال. وأخيرا نرحب بفضيلة الشيخ عبد العليم إدريس. حياكم الله وبياكم. الله يحييكم. ولا ننسى أن نرحب بمتابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان على صفحتنا بالفيسبوك أو عبر قناتنا على اليوتيوب. شيخنا عبد العليم، يقول الله عز وجل في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شيخنا لو تفسر لنا هذه الآية يعني تفسيرا بسيطا سهلا كما عهدناك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نهنئ الأمة الإسلامية وكذلك الأمة الإريترية على وجه الخصوص المتحدثين باللغة التجرينية وغيرهم من المستمعين بعيد الفطر المبارك لهذا العام 2021. وندعو الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا. هل أتحدث باللهجة أم أتحدث باللغة العربية؟ يعني ما ذكرت لي يعني أولا الأخوة الكرام. الله يحييكم. هو طبعا اللغة العربية لكن كما تشاء. الله يحييكم. لا إشكالية. الله يحييكم للمستمعين. طيب اللغة العربية، الحمد لله. أولا كما ذكرت الآية التي ذكرها الله تعالى في سورة البقرة، وهي يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تعالى في كل أحكامه وشرائعه وكل أوامره ونواهيه كلها يسر، لا يريد الله تعالى المشقة ولا العناء للبشرية جمع في كل ما أنزله من الأحكام. وهذه مناسبتها لما تأتي مع شهر رمضان أو مع آية الصيام رمضان. طبيعيا مشقة الجوع ومشقة الظمأ ومشقة الساعات الطويلة، الحرمان من الطعام، قد يقول الإنسان مشقة، ولكن هذه المشقة لها فوائد جمة كما ذكر ربنا جل وتعالى: لعلكم تتقون، وغيرها من الفوائد. هذه كلها تعطي يسر للبشر، وإن كان في ناظر الإنسان هي مشقة في كل أوامر التي الله تعالى يأمر بها أو ينهى الله تعالى عنها عن بعد الشهوات. هي الإنسان قد ينظر إليها على أنها مشقة، ولكن هي يسر، والله تعالى لا يريد مشقة لنا، إنما يريد لنا الرجوع
إلى دارنا الذي خرجنا منه، وهي دار الأبرار ودار الجنة ودار الصديقين والشهداء. فهذا باختصار شديد في كل أحكامه الله تعالى يسر، كما ذكر الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكذلك يعني في أموره كثيرة كلها ربنا يريد لنا الخير والنجاة. وهذه الأمور يتدرب عليها الإنسان على الجوع والظمأ مع حصول التقوى، وكذلك الشعور العملي، الامتثال لأوامر الله تعالى، أنك أنت تمتنع عن شيء لا يراك فيه أحدا، والأكل أمامك والشرب أمامك، ومع ذلك تتحكم في نفسك وتتوقف لبضع ساعات. فهذه أشياء يعني هي التي ذكرها الله تعالى يسر. فإنسان إذا تدرب في رمضان عن بعد ما أباحه الله تعالى، فما بالك أن يمتنع عن بعد ما حرمه الله جل جلاله، والله تعالى أعلم. نفع الله بكم وبعلمكم شيخنا عبد العليم. فضيلة الشيخ جمال سعيد، لو تبين لنا ما هي أحكام صلاة العيد؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. السؤال حقيقة سؤال كبير، وقد جاب عليه قد تستغرق وقتا طويلا، وبحكم أننا في لقاء تلفزيوني وليس المقصود منه التفصيل، لعلنا نجمل الكلام في هذه النقطة بما لا يطول على المشاهد، ولأننا الآن نتحدث عن مواضيع لها علاقة بالعيد وبفرحة العيد وبقصص العيد وب يعني أشياء ليست من عمق العلم. لذلك نحن نتحدث إن شاء الله تعالى بما ييسر الله سبحانه وتعالى في أحكام صلاة العيد. أولا، إذا أعلن آخر ليلة أو آخر يوم في رمضان، وأن غدا هو أول أيام شوال وهو أول يوم يعني بعد شهر رمضان، فإنه من حين علم الناس انتهاء شهر رمضان ودخول أول أيام شوال وهو يوم العيد، يبدأ من هنا من غروب الشمس يبدأ التكبير الذي أشار الله جل وعلا إليه بقوله تبارك وتعالى: وتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فيستحب التكبير حينئذ: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا التكبير هو معنى من معاني الفرح الذي يغشى قلوب المؤمنين بتمام عدة شهر رمضان وبالصيام، وهو نوع من أنواع الشكر والتحميد لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك هناك أعظم أحكام العيد هي صلاة العيد، وفيها تفاصيل كثيرة، فالعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا فيها، لكن لعل الأقرب من أقوال أهل العلم أن صلاة العيد سنة مؤكدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وداوم عليها، ومن بعده الخلفاء الراشدون، ولكنها ليست واجبة أو فرض عين كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، وإنما هي سنة مؤكدة. بالنسبة لوقت صلاة العيد هو كوقت صلاة الضحى، فهو يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا على رأي الجمهور، يعني أكثر العلماء على هذا، وينتهي وقت صلاة العيد بوقت صلاة الظهر. أما بالنسبة للمكان الذي تصلى فيه صلاة العيد، فالأفضل أن تكون في صحراء وأرض فلات قريبة من البنيان، بحيث تظهر أعداد الناس ويخرجون من المساجد ومن الدور ومن البيوت إلى مكان يجمعهم، فيكون في هذا المكان أكبر قدر ممكن من الناس. اليوم نحن ربما بسبب ظروف هذا المرض الذي نسأل الله هذا الوباء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عن الأمة وعن العالم في كل مكان، ربما لا يتيسر ويتسنى لمن يستطيعون أن يؤدوا صلاة العيد في المساجد. يمكن لربما التعليمات والإرشادات الطبية والنظامية لا تسمح للناس بأن يخرجوا إلى صحراء قريبة بهذه الأعداد الكبيرة، وبالتالي فإن الفتوى اليوم على أن صلاة
العيد كسائر الصلوات تكون وفقا لهذه الأنظمة، فيها من التباعد ما بين الشخص والآخر، وتصلى بحسب التعليمات، وكل بلد بحسب التعليمات التي يصدرها. لكن في معظم الأحوال أن الناس سوف يصلون في المساجد حتى لا تزداد أعداد الناس إذا فيما لو التقوا في يعني أماكن مثل التي اعتادوها في السابق، المصليات الكبيرة. يعني مثلا نحن هنا في أوروبا كنا نجتمع في صلاة العيد أكثر من 100,000 مصلي في مكان كبير في حديقة كبيرة، وهذا لا شك أنه في الظروف المعتادة كان يظهر نوع من يعني التواجد الإسلامي والفرح، ويعني وتلتقي بمن لم تره من زمان طويل. ولكن نظرا لوجود هذه الجائحة وهذا الوباء، فإن الناس اليوم قد قرروا أن يصلوا في مساجدهم وأن يفرحوا مع من يصلي معهم في فهذا الحكم ليس هو الأصل. الأصل أن يصلي الإنسان في مكان مفتوح، ولكن نظرا لهذا الأمر فإن الصلاة في المساجد، صلاة العيد في المساجد أيضا جائزة، وهي الآن يعني هي المتعينة على الناس لأنه لا يوجد بديل عن ذلك. أيضا من ضمن الأحكام الشرعية المهمة في هذا اليوم، وهو أن يخرج الإنسان قبل أن يخرج إلى صلاة العيد أن يأكل تمرات، وأن تكون هذه التمرات وترا، يعني يأكلها 3 5 7 9 أو ما شاء الله له من ذلك. فإن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا ذهب، قال بعض العلماء، إذا ذهب إلى صلاة العيد فإنه يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. هذا من ضمن الأحكام. قال بعض العلماء إن هذا خاص بالإمام، قال بعضهم هو عام في الإمام وفي غيره. ولكن السؤال هنا لماذا يذهب الإنسان من طريق ويأتي من طريق؟ هنا نكتة أو فائدة مهمة جدا، أن هذا الشرع وهذا الدين في هذا اليوم العظيم، يوم الفرح، يوم السرور، يتلمس أحوال الفقراء والمحتاجين الذين لربما وجدوا في الطريق الأولى ولم يوجدوا في الطريق الثانية. يعني حينما يخرج الإنسان من طريق فإنه يعني تكون نفسه في هذا اليوم سخية فيتصدق على من وجده في هذا الطريق، ثم إذا عاد إلى منزله من طريق آخر فإنه يعود من طريق آخر فيجد فقيرا آخر، فهنا يوزع صدقته على هؤلاء وعلى هؤلاء. نعم. لعلنا نكتفي بهذا، ثم إن شاء الله تعالى تكون هناك مناسبة أخرى ونعود إن شاء الله ونعلق على بعض أحكام العيد. جزاك الله خير. جزاكم الله خير شيخنا، ونفع الله بكم وبعلمكم. بروف جلال معنا؟ نعم. حياكم الله بروف. بروف، التهاني العيد والله يحييكم، تهاني العيد وإطعام الفقراء ما الحكمة من مشروعية عيد الفطر شيخنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالعيد كما تفضل المشايخ من قبل مناسبة شرعية لها أحكامها، وهي حالة من التعبد شرعها الله سبحانه وتعالى، ننتقل بها من حالة تعبدية إلى حالة أخرى تعبدية. الحالة الأولى التعبدية كانت الإمساك عن الطعام شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروبها. الحالة التعبدية الثانية هي الطعام، تناول الطعام، ولذا لا يجوز الصيام في يوم العيد. أول يوم العيد لا يجوز الصيام فيه، ولا بد من الإفطار، فهذا أمر تعبدي. هذا اليوم يوم فرحة وسرور، والشرع أباح لنا أن نفرح فيه، فنلبس فيه الجديد ونسمع فيه الأغاني الأغنية، بغض النظر عن
كونه يصحبها الموسيقى أو لا يصحبها، ولكن دعنا لا ندخل في هذا التشعب، وإنما هو يوم فرحة وسرور. كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما دخل فيه وجاريتان تغنيان فقال له دعهما يا أبا بكر، عندما قال أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله أو كما صلى الله عليه وسلم. ويحدث في هذا اليوم التهاني، تبادل التهاني والتبريكات مع التكبيرات التي تحدث عنها شيخنا جمال، وهو التكبير لنكبر الله سبحانه وتعالى كما هدانا، ونتبادل التهاني ونلبس الجديد ونخرج في الفضاء كما ذكر أخونا الشيخ جمال حتى نبدي السرور ونتزاور. وأيضا صدقة الفطر التي هي شعيرة من الشعائر التعبدية التي نتفقد بها الفقراء، وهي واجبة على كل صائم، يجب أن يعطيها قبل الصلاة، إذا أعطيت بعد الصلاة إنما هي صدقة من الصدقات. وهذه تقوي العلاقة بين الفقراء والأغنياء وتجعلنا نهتم بحقوقهم، فهي نوع من الصلة بين العباد. وأيضا لابد أن نتزاور، يزور بعضنا بعضا في يوم العيد ونفرح به، والتهاني يهنئ بعضنا بعضا، والشعوب تختلف في تهانيها من شعب لآخر، وهذا من الأعراف من العرف التي يتعارف عليها الناس. العرف له دخله في هذا الجانب. فعندنا نحن في إريتريا في التهاني بعد صلاة العيد مباشرة، طبعا في مدينة كرن، وإحنا طبعا هذا البرنامج كما فهمت قال أخونا الشيخ جمال فهمت منه هو التحدث عن أمور بشكل عام وليس القول في الأحكام يعني. أي نعم. فدعنا ندخل في هذا المجال، وأنا آخذ لكم مدينة من مدن إريتريا وهي كرن. جميل. هذه المدينة تصلي العيد في ميدان ملعب كرة، وهو يقع في الوسط، وكل أهل المدينة من جميع أطراف أحيائها يأتون على شكل أفواج يتقدمهم أعيان كل حي، وهم يحملون بيارق ويكبرون تكبير بصوت عال، يملؤون الشارع كله ضجيجا وتكبيرا والناس فرحة. والوقت هذا الذي كنت فيه أنا لا تنسى هو وقت الاستعمار، الجيش الإثيوبي موجود والبلد هو يسيطر عليه الكفر والشرك، ولكن أهل المدينة كلهم يخرجون من أحياء مختلفة يتجهون إلى نقطة معينة، نقطة التلاقي، وهو الملعب الرياضي في كرم، وتسمع التكبير والتهليل واللباس الجديد والعمائم، وهكذا المدينة إسلامية. أيوة، ويجون في المدينة. الآن لما نأتي في الميدان هذا هيئ للصلاة من قبل يومين، يهيأ، يوضع فيه خطوط بيضاء هكذا على الأرض، ويؤتى بمنبر جامع كرن ويوضع في الميدان من أجل أن يصعد عليه الخطيب ليصلي، ويحضر أعيان البلد جميعهم، والصف الأمامي المشايخ ولأصحاب الطريقة الصوفية. وكان وقتها السيد عبد الله المرغني رحمه الله هو الذي يتصدر المجلس، ويأتي والناس تكبر
تكبر في الساعة 9 تقريبا، الساعة 9 صباحا تقريبا أو 8:30، لا يحضرني الزمن بالضبط. يصعد الخطيب على المنبر، ويكون عادة الخطيب هو قاضي المدينة. القاضي في المدينة هو الذي يخطب، وكان وقتها الشيخ القاضي محمد إدريس عثمان رحمة الله عليه، وهو من خريجي أم درمان رحمة الله عليه، وكان أستاذا في معهد كرم، وهو الذي خطبنا ويلقي خطبة العيد. خطبة العيد يتحدث فيها عن التراحم والتواصل والتهاني، ويذكرهم بأيام الله، وعليهم أن يتقوا الله وأن ينذروا العداوة والبغضاء فيما بينهم، ويصل الأقرباء، وهكذا. تنتهي أول ما ينتهي الخطيب، والناس طبعا على غير عادة بعض البلدان يحرصون على استماع الخطبة، لا ينفضون بعد الصلاة، وإنما ينتظرون حتى يتم الخطيب خطبته. فلما ينتهي الخطيب من خطبته كل فرد يلتفت على الذي بجنبه فيسلم عليه ويهنئه بالعيد المبارك. والعادة جرت عندنا أن نقبل بالأيدي، كل واحد يحمل يد الآخر ويقبله في يده، خلافا لأهل السودان الذين يربطون على الكتف ويكتفون بهذا. ونحن الحرص عندنا كل فرد يقبل يد الآخر ويهنئه بالعيد، وبعد ذلك ننفض كل يذهب إلى دياره. وكما ذكرنا الشيخ جمال أن الأفراد يغيرون طريقة مجيئهم، طريقة ذهابهم، فكانوا جاءوا بطريق فيذهبون بطريق آخر، ويستقبلون من يزورهم في البيت. أول اليوم، أول أيام العيد تبدأ بالجيران، وطبعا الإسلام أوصى بالجوار، فالجيران يتعايدون فيما بينهم، وربة البيت تكون هيئة ما يقدم للقادمين المعيدين، وهكذا. ويكون كبير الأسرة في البيت. إذا كان الأب ذهب ليعيد على الجيران فلا بد أن يبقى الابن الأكبر في البيت يستقبل الذين يأتون، ثم بعد ذلك يجلس الأب ويذهب الابن الأكبر، وهكذا مدة 3 أيام. الناس يتعايدون فيما بينهم، والأطفال يفرحون ويمرحون، وتعطى لهم الهدايا من أجل إشعارهم بأن هذا هو يوم عيد. هذه من أهم المعالم التي، أو من أهم الذكريات التي أتذكرها ونحن نعيد بالعيد على أقاربنا ويعيد علينا أقاربنا. أو أظن يكفي هذا القدر، وشكرا لك. جزاكم الله خير أستاذ الدكتور جلال. يعني هذه قصة لا تنتهي، يعني مررنا بالذكريات مع حضرتكم. فلنذهب للشيخ أبو حنيفة. شيخنا، لو تحدثنا عن صلاة المنفرد. يعني الآن المشايخ تحدثوا عن صلاة الجماعة وكذا، فهل هنالك صلاة للمنفرد في العيد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وسيد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبارك العيد لأحبتي المشايخ الفضلاء الحاضرين معنا في هذا البرنامج أولا، ثم أثني بتقديم المعايدة لشعبنا الكريم أينما كان، المستمعين والمتابعين. لكم مني تحية وطيبة مباركة في مثل هذا
هذه المناسبة. الله الصلاة يحييكم. عن أو الحديث عن صلاة العيد في مثل هذه الأجواء له طابع مختلف بسبب ما تمر به الأمة الإسلامية من أحداث جعلت الناس ربما يفارقون المساجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيح هذه الغمة وأن يرفع عنا هذا البلاء. صلاة المنفرد في البيت بسبب حرمان الناس من أدائها في المصليات وفي الجوامع أتى باجتهادات من كثير من العلماء الذين ربما أفتوا بالجواز. أقول هذا الكلام لأن المذاهب لها آراء مختلفة في قضية صلاة المنفرد في مثل هذه الأحداث، ولكن الخلاف في مثل هذه المسائل خلاف فقهي علمي ليس موقعه ولا مكانه ولا زمانه في مثل هذا اليوم المبارك. فأقول على أصح أقوال أهل العلم أو الجمهور من المجتهدين في زماننا هذا أن صلاة المنفرد في بيته مندوبة ومستحبة، فعليه يكون أداؤها كأدائها إماما أو مأموما. لها صيغة وصفة معينة نتحدث عنها بإذن الله عز وجل. قبل الدخول فيها هنالك بعض السنن التي ربما لم تذكر فأذكرها بإذن الله عز وجل من باب التنويه، ولها علاقة في السؤال كذلك. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى أتحدث عن صفة صلاة المنفرد. أولا من السنن المستحبة في صلاة العيد الاغتسال، وبما أنه الحديث سيكون اليوم عن صلاة المنفرد في البيت ربما يخفى على بعض الناس أن هذه السنن هي مرتبطة بالشعيرة نفسها وليس بأدائها في جماعة أو أدائها في في المسجد أو في المصلى، إنما هي مرتبطة بذات الشعيرة نفسها. فالاغتسال حتى لو كان الإنسان سيؤدي هذه الصلاة كما سيأتي في المنزل أو في داره، فعليه إحياء هذه السنن، الاغتسال لصلاة العيد والتطيب لصلاة العيد حتى لو كان الإنسان سيصليها فردا. التطيب لها ولبس أجمل ثيابه. ربما الإنسان يقول لك والله نظن أننا نلبس أجمل الثياب إذا كنا سنلتقي مع الآخرين أو كنا سنؤدي هذه الصلاة في جموع. لا، ليس بالضروري، إنما هذه السنة مرتبطة بالصلاة نفسها. وأنت الآن ستظهر أمام الله سبحانه وتعالى، وخذوا زينتكم عند كل مسجد. وربنا سبحانه وتعالى يحثنا على أن تكون أكمل هيئاتنا وأكمل شؤوننا ونحن في الصلاة وفي وقت التعبد. وكذلك سنة الإفطار، يسن للمصلي قبل أدائه الصلاة أن يفطر إذا كانت الصلاة المتحدث عنها هي صلاة عيد الفطر بإذن الله عز وجل. هذه بعض السنن التي ونهي عنها بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك نأتي إلى الصلاة نفسها. فأداء الصلاة منفردا كأداؤها مأموما أو إماما، نفس الهيئة، إلا أنه
ورد خلاف كبير بين أهل العلم في قضية هل إذا صلاها في بيته مع أهله وجمع لها أهله وأولاده هل يخطب فيهم؟ هذه المسألة فيها خلاف، وما أرى أنه سبحان الله يعني الأرجح وللفضلاء المشايخ الكرام الموجودين معنا ربما أن ينوه على يعني الأفضل في هذا، يعني ترك الخطبة ربما هو الأرجح فيما أراه والله تعالى أعلم. نعود إلى صيغة أو صفة الصلاة. هي ركعتان تؤدى بعد أن يستباح يعني صلاة النافلة بعد الحذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا عن الصلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد صلاة الفجر. طيب، ويرتفع هذا الحظر بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وهو قرابة 20 إلى 30 دقيقة احتذارا يعني أو احتياطا، نصف ساعة بعد صلاة أو بعد الشروق يبدأ صلاة أو الأداء صلاة العيد. طبعا من المشهور أن يفضل تأخير صلاة عيد الفطر على خلاف صلاة عيد الأضحى التي يستحث فيها على التبكير أكثر من صلاة عيد الفطر. ركعتان يكبر فيها الفرد بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات، ثم بعد ذلك يشرع في قراءة سورة الفاتحة وسورة الأعلى أو سورة قاف في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال. بعدها يشرع في قراءة سورة الفاتحة ويتبعها بقراءة سورة الغاشية أو سورة القمر. هذه من يعني السور التي كان يعني يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلوات العيد. هذه يعني الصفة المختصرة بالنسبة للصلاة الفردي منفردا في بيته مع هذه الأحداث، ولا أريد أن أطيل في يعني في المسألة، فأظن أننا غطينا أكثر يعني جوانبها بإذن الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا أبو حنيفة، جزاكم الله خير. شيخنا محمد جمعة أبو رشيد، مع أنه اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك وقد صادف يوم الخميس، لكن ماذا لو صادفت صلاة العيد يوم الجمعة؟ يعني لو تبين لنا الحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتوجه بالتهنئة الطيبة لكم وللمشايخ الفضلاء الكرام ولعموم شعبنا الإريتري في الداخل والخارج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا العيد أياما عديدة، وأن يكون عيد بركة ورحمة وخير وصفاء وتصافي إن شاء الله تعالى. الفقهاء لهم في هذا طبعا أقوال، ومنها أنه يجوز الاستغناء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة، وأيضا هناك الرأي لعله هو الأقوى بأنه تصلى الصلاتين، صلاة العيد وصلاة الجمعة. وأباح النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان في الأعالي أي بعيدا في أطراف المدينة بأن يحتفوا بالعيد، ولعل هذا أيضا فيه شيء جيد أن الخطيب على حسب أوضاع بلده وعلى حسب الطقس والظروف لعله ينبه المصلين. فأحيانا نحن إذا كان الطقس مثلا ليس جيد وكذا فكنا يعني أو شخصيا كنت أفعل هذا، نكتفي بصلاة العيد، وإن كان الطقس جيد والأجواء جميلة فكنا ندعو الناس إلى العودة. وعموما يسن الإمام أن يكون متواجدا، فإذا جاء الناس صلى بهم
وإذا لم يأتوا فلا حرج عليه، يمكن أن يصلي صلاة الظهر، لكن يسن أن الإمام يكون متواجد في مسجده إذا اجتمعت صلاتي العيد والجمعة. هذا يعني تقريبا باختصار يعني. إن شاء الله إن شاء الله يعني دائما تكون الأجواء جميلة إن شاء الله. إن شاء الله. الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، دعونا نطلع فاصل ثم نعود ونواصل في هذه السهرة. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا. أنا محمد، عيد مبارك مع التلفزيون سلام. ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم، صمنا أياما أحلى الأيام، يا ربي أعدها كل الأعوام. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم صالح مسعود كاب هولاند. كل عام وأنتم بخير، ربنا يتقبل مننا صالح أعمال. عيد مبارك كلكم. أمنت مسلمنا عمت سلام عمت فقر عمت رهوان كبر المعلومة في الله كأ نريد سلام بتعميد بقوم لكم ندكم بتعمينا الفتوى بتعمينا الكاتاتولو إن شاء الله برتعوا. السلام عليكم. يا ربي أعدها كل الأعوام، تقبل الله منا. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا. أنا حياة عبد الكريم، عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. علينا وعليكم، صمنا أياما أحلى الأيام، يا ربي أعدها كل الأعوام، صمنا أياما. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء. طبعا نعتذر منكم على أساس أن هذه حلقة سهرة وكذا، لكن هنالك مجموعة من الأحكام والآداب التي لابد أن نمر عليها قبل أن نفصل في تفاصيل العيد. الشيخ جمال، يعني قبل الفاصل تناولت الوباء نسأل الله أن يرفع عنا البلاء والوباء. فهل هنالك أحكام خاصة مثلا أو توجيهات أو محاذير لو نطلع عليها المشاهدين؟ نعم، أنت سألت عن موضوع تأثير هذا الوباء على أحكام العيد وعلى ظروف العيد وعلى فرحة العيد وما إلى ذلك، وكيف ينبغي للمسلم أن يفرح بالعيد مراعيا هذه الأحكام. والحقيقة هذا البلاء وهذا الوباء الذي عم وطم ولم يستثني مسلما ولا كافرا ولا أبيض ولا أسود إلا وأثر في حياته وغيرها بشكل أو بآخر. والحمد لله الشريعة شريعة سمحاء غراء واسعة تستوعب مثل هذا الظرف وتحافظ على مكانتها وعلى كينونتها كشريعة. فنحن نقول الآن من أحكام العيد الزيارات والتواصل والخروج والفرح، ويعني من أعظم علامات العيد وما اعتاد الناس عليه هو كثرة الزيارات فيما بينهم وصلة الأرحام. اليوم أصبح التنقل من البيت إلى آخر، الزيارات بين الأقارب في البلد الواحد شبه متعذرة بسبب الخشية من انتقال هذا المرض، وبالذات كبار السن الذين عادة ما نحرص على زيارتهم وإدخال السرور عليهم، مثل الأبوين والأجداد وكبار السن الذين كنا يعني نخصهم ونعتاد نخصص لهم وقتا من العيد لزيارتهم. اليوم هم بحسب
الإرشادات الطبية هم أكثر الناس مراعاة نظرا لضعف المناعة لديهم. فهنا نقول هذه الأحكام الحقيقة يجب أن لا تؤثر على فرحة العيد. يعني كونك أنت تمتنع من زيارة القريب، كونك تمتنع من لا تستطيع أن تزور أقربائك الذين هم في هذا السن، أو حتى بقية الناس الذين لا تستطيع أن تزورهم، هذا لا يؤثر على فرحة العيد. فاليوم الحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي المتلفزة المصورة التي تنقل الصوت والصورة والحدث الحمد لله متوفرة. وأنا أذكر العام الماضي كنت يعني أحدث بهذا يعني الأصدقاء والزملاء لما كانت الأزمة الأولى في مثل هذه الظروف، كنا نلتقي بالأسرة بشكل يومي في شهر رمضان، وهذا لم يحدث منذ أن عرفنا أنفسنا. يعني الوالدة في تركيا، أخي في تركيا، أخواتي في جدة وفي الرياض، وأنا في بريطانيا، وأخي الآخر في السويد. كنا نلتقي بشكل يومي يعني على القرآن وعلى درس القرآن. ثم لما أتى العيد يعني صرنا نتواصل بهذه الطريقة التي ربما هي أكثر مما كان عليه الحال في الأيام العادية. فأنا أقول الذي ينبغي مراعاته الآن هو أن نتمسك بهذه الإرشادات الطبية التي تعلن عنها الدول وتنظمها، لأنها حقيقة يعني من الأخذ بالأسباب والحفاظ على الأرواح مقدم على كل شيء. وهذا لا يمنع كما هو معلوم كما مر علينا العام الماضي، لا يمنع أن يفرح الإنسان مع دائرته الضيقة القريبة، أسرته التي يجلس معها يعني بشكل مصغر، وأن لا يعرض كبار السن يعني إلى أي مخاطر. وأيضا أن يكون لدى الإنسان وعي. يعني يجب أن حقيقة يعني الآن العيد نحن مثلا هنا في المملكة المتحدة كما أسلفت يعني قررت المراكز الإسلامية لا تصلي يعني مراعاة لهذا، ولأننا نعكس بهذا التصرف السلوك الإسلامي المعتدل والمتمسك والواعي، حتى لا يؤخذ عنا خلاف ذلك. فنعم هذه الجائحة أثرت على حياتنا، أثرت حتى على شعائرنا، أثرت حتى على ظروفنا في الفرح وظروفنا حتى في الأحزان. لكن يعني يوشك إن شاء الله تبارك وتعالى أن يذهب الوباء وأن تعود الدنيا إلى سابق عهدها وأن نفرح إن شاء الله. ويعني العيد فرحته في القلوب إخواني. يعني إذا فرح القلب بتمام الشهر وإكمال العدة والطاعة والصلوات والصدقة وما إلى ذلك، ثم فرح في دائرته الضيقة، فإن هذا هو المقصود. الحمد لله هو حاصل سواء قبل كورونا أو أثناء كورونا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الغمة وأن يعيدنا إلى سابق عهدنا وأن نفرح إن شاء الله تعالى كما كنا قد اعتدنا. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله عليكم. شيخ عبد العليم، العيد فرصة عظيمة لصفاء النفوس ووحدة الكلمة وتجديد الحياة والتحلي بمكارم الأخلاق وطيب الأدب والسنن، وخير من نهتدي بهديه ونستن بسنته هو سيد الخلق والخلقة طيب النفس سهل المعشر صلوات ربنا وسلامه عليه. فماذا كان هدي النبي الكريم خلال عيد الفطر المبارك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه أن يدخل السرور أولا إلى أهل بيته، ثم إلى جيرانه، ثم إلى المسلمين عامة، وهو قدوتنا وإمامنا الذي نقتدى به بأمر الله تعالى. من الأشياء التي كانت يفعلها مثل ذبيحة العيد التي كان يوزعها على الجيران حتى يعني يطعم بها الفقراء والمساكين ويدخل السرور عليهم، وكذلك بأمره بخروج جميع أفراد الأسرة لصلاة العيد حتى الصغار والحيض من النساء، بل حتى التي ليس لها جلباب أو العباءة تستعير أو تتشارك مع زميلتها وتذهب. هذه كلها مظاهر من مظاهر
العيد والسرور بإكمال شهر رمضان، وكذلك بتكبير الله تعالى بهذا اليوم العيد. وكان سنة من السنوات يأمر في الذبيحة أن لا تقعد يعني أكثر من يوم أو يومين أو 3. لماذا؟ حتى يذهب الباقي إلى المحتاجين، حتى هذا اليوم لا يشعرون كما يشعر به على مر الأيام، بحيث يفرحون ويسرون كما يسر البقية. وكان يأمر بتكاتف المجتمع وأخلاقه صلى الله عليه وسلم التبسم، وكذلك إدخال السرور والفرحة والتقاء به في سعيد. بل حتى كما ذكر بعض الأخوة المشايخ مثل الدكتور جلال وغيره، أنه إذا اجتمع العيد كان يمكث حتى صلاة مع الجمعة، يمكث حتى صلاة الجمعة لمن أراد، مع ترخصه للناس بالذهاب، لكن لمن أراد أن يواصل كان يصلي كلا الصلاتين. ورخص كذلك كما رفعت كثير من الأحاديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك آثار الموقوفة تبين هذا لإدخال السرور جميعا تعامل. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا يوم يسر فيه جميع أفراد، يعني يومان الله تعالى كتب لنا عندما جاء إلى المدينة وسأل، وكان يحتفلون أهل المدينة بأيام، فقال الله أبدلنا خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. وكذلك قال لبعض الصحابة إن في ديننا فصحى، يعني يضربون الدف وغيره من الآلات التي كانت تستخدم في ذلك الوقت حتى يدخل السرور للناس. فهذه كلها مظاهر من الأخلاق ومن الفرح ومن السرور التي كان يذكرها أو يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا أن لا نكون يعني كبوتين لفرح يوم العيد. الإنسان لا بد أن يظهر السرور بقدر ما لديه من المال أو بقدر ما لديه من الإمكانية، سواء كان لنفسه سواء كان لأسرته لأبنائه ولمجتمعه ولأقاربه. عليه أن يدخل عليهم بكل ما استطاع ولو بكلمة طيبة أن يستطيع الإنسان أن يدخل السرور للآخرين. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا الكريم أبو حنيفة، أكيد أن السلف الصالح سواء كان من الصحابة أو من التابعين لديهم قصص وطرائف ومواقف حتى مع العيد. لو تحكي لنا جزء منها ما تستحضره. في أيام العيد حقيقة والله لا يحضرني شيء في يعني بخصوص العيد، الأعياد، ثم مرويات أو كذا عن السلف، ولعلي أكون مستفيدا إن شاء الله تعالى ممن له دراية وعلم بهذا الأمر إن شاء الله تعالى من الأخوة الحاضرين. لا بأس لا بأس. الله يجزيكم خير شيخنا، أكرمكم الله، بارك الله فيكم. كنت سألتك شيخنا، في بعض المجتمعات كثيرا ما تلتبس عليهم فرحة العيد والإتيان بمخالفات شرعية يقومون بها، فما رأيكم شيخنا؟ طبعا هناك بعض المعاصي التي تقع من الناس في يوم العيد. طبعا نحن أعيادنا ارتبطت بشعائر تعبدية، فمثلا هذا العيد الذي نحن فيه عيد الفطر يعقب الصيام، وهي مدة يتطهر فيها الإنسان من معاصيه وذنوبه ويقبل على الله سبحانه وتعالى، ويكون هناك صفاء للنفس وطهارتها. فكان مشايخنا يعني يرددون علينا ونحن صغار من عصى يوم العيد فكأنما من عصى يوم الوعيد. فهذا العيد يعني جعله الله سبحانه وتعالى هو استراحة الشعوب من عنائها وتعبها، وجعل الله عز وجل هذا العيد
كأنها إرادة الانتصار. عادة أعياد الأمم تكون أعياد الانتصارات والفرحة، وكأن المسلمين يدعون عناء التعب في مثل هذا اليوم ويكفكفون عنهم التعب ويظهرون نظامهم الاجتماعي الجميل. ففي مثل هذا العيد ينبغي الناس أن لا تبدأ بالمعاصي وبالذنوب، وهذا يحدث كثيرا في مخالفات متعددة جدا. مع أني أيضا أشير إلى ما أشار إليه عارضا هكذا الدكتور جلال الدين محمد صالح، بأن هذا فعلا يوم خاص، يوم عيد، يوم يسن فيه الفرحة والسرور ويباح ما لا يباح في غيره. لكن المخالفات الشرعية من الاختلاط المذموم والتعري وبعض الأشياء الشركيات والبدعيات، الذهاب إلى المقابر وتقديم لها القرابين كما يحدث في بعض البلدان، كل هذه أمور ليست مشروعة. المشروع هو تلاقي الأمة وفرحتها وإظهار شعيرتها الاجتماعية وتجديد نفوسها وتصافيها وغير ذلك. هذا المطلوب وليس الوقوع في المحرمات والشركيات يعني. نعم. بروف جلال، يعني دعنا ونحن نمر مرورا على قصص السلف الصالح من الصحابة ومن التابعين. هنالك بعض الأسر يجددون الأحزان ويجددون الخصام في العيد، فما هي الرسائل التي يمكن أن نوجهها لهم مستصحبين قصصا من السلف الصالح ومن الصحابة أو من التابعين؟ هذا اليوم هو يوم العيد، يوم فرحة وتسامح، لا يوم تحاقد وتباغض. والنصوص دعتنا إلى التسامح، لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. فينبغي أن يكون القلب نظيفا، ولا بأس أن نراعي النفس البشرية ممن أساء إليها، ولكن الإنسان قدر إمكانه يحاول أن يجعل من نفسه متسامحا، يجد في نفسه شيئا من شخص آخر، لكن لا بأس أن يبتسم أمامه. وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الناس بوجه الطلق في كل أيامه، هو فرح مسرور. وكان حتى أن الرجل يأتي فيطالبه بحق له ويمسك بتلابيبه، وعمر رضي الله عنه يغتاب من هذا السنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لو أمرته بحسن مطالبتي وأمرتني بحسن الأداء، يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يعطينا كيف يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، مع جميعهم ذكورا وأناثا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم بشوش الوجه، حتى أن عائشة رضي الله عنه تقول في خلقه كان خلقه القرآن، يعني كان صلى الله عليه وسلم يجسد قيم القرآن في واقع حياته. فالعيد مناسبة جليلة وعظيمة لأن نكبت مشاعرنا السلبية تجاه الآخرين ونظهر الفرح أمامهم، ولا نقام بوجه عبوس. نعم. لا، إنما ابتسامتنا في وجه أخيك صدقة. والسلف رضوان الله عليهم يعني كانوا يختلفون، كانوا يتنقلون الحقد والكراهية أنفسهم. يذكرني وهو من الصحابة لا تذكرني اسمه، كان عثمانيا،
معنى كان عثمانيا كان في معسكر عثمان مع معاوية رضي الله عنه ومقابل علي رضي الله عنه. فقالوا لك تلعن عليا أو تسيء إلى علي. قال والله ما لعنته، وهل أحد يلعن عليا وأثنى على علي رضي الله عنه. وقالوا له ولكنك تكره هذا، أنا لا أحبه لأنه قتل آبائي وأهلي. فعنده حالة من الانقباض النفسي، ولكنه لم يقطع الولاء الديني العقائدي. هذه قضية مهمة جدا. الإنسان قد يختلف مع أخ له، قد يخاصمه، وقد تكون بينهما القطيعة، والنصوص جاءت لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال أو أيام كما قال، أو كما قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من يبدأ بالسلام. في الأيام العادية أنت إذا وجدت شخصا كنت معه على قطيعة لا تقطع عنه السلام، قل السلام عليكم، فلعل السلام تكون خطوة إلى إزالة ما تجده في نفسك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أريد أن أذكر الإريتريين المسلمين الإريتريين بهذه المناسبة أن العيد كما تفضل المشايخ وذكروا به شعيرة تعبدية، بمعنى الإنسان يخرج من عبادة الصيام إلى عبادة الإفطار، فكلا الأمرين عبادة الله سبحانه وتعالى أمر به. وكما قلت لا يجوز في أول يوم العيد أن يمسك المسلم عن الطعام، بل من السنة أن يأكل قبل أن يتحرك إلى الصلاة، ويثبت لأهل بيته بأن هذا اليوم يوم الإفطار، جميعهم يفطرون. فهذا أمر تعبدي. وذكروا الأخوة بارك الله فيهم من التطهر والتطيب والتكبير والتهليل، وحياة المسلم كلها عبادة. لكن أيها الإخوة هنالك اتجاه يريد أن يعلمن أعياد المسلمين. ما معنى يعلم أعياد المسلمين؟ يجردها من خاصية العبودية لله سبحانه وتعالى ليجعلها شهوانية تتجه إلى مسار الشيطان. ولهذا تجد الفضائية الإريترية يوم العيد تعرض أنواع من الرقصات التي فيها الاختلاط، الذكور والإناث يختلطون ويرقصون بشكل يتنافى مع قيم الإسلام وتقاليده. وأنا أستغرب جدا من فرد صام 30 يوما وذكر ربه ركوعا وسجودا وقياما وخشع وبكى، ثم يأتي في يوم عيد الفطر المبارك فيشارك في مثل هذه المهازل التي تتنافى مع عقيدة الإسلام ومع قيم الإسلام ومع أخلاقيات الإسلام. لا يجوز أبدا لمسلم أن يحضر مثل هذه المحافل التي يصور فيها العيد بهذا الشكل. وقد رأيت هذا بأم عيني من خلال الفضائية الإريترية. وللأسف السفير الذي كان وقتها في هذا في البلد الذي يحتفل فيه وقف يرفع التهاني إلى رئيس الدولة أو إلى قائد الدولة التي هو فيها، وكأنه يقول للناس هكذا يحتفل الشعب الإريتري بالعيد، وهكذا ينتهي الشعب الإريتري من رمضان ويستقبل العيد بهذه الطريقة. وما هذه أبدا بطريق المسلمين في استقبال العيد. نعم يفرحون ويمرحون ويغنون
ويرقصون كما ذكر ذلك المشايخ. وذكرنا لأن هذا اليوم يوم عيد، وليعلم اليهود أن في ديننا فسحة، ودعهما يا أبا بكر الجاريتين، ولكن ليست بهذه الطريقة الماجنة التي تخالف شرعنا. هذه قضية أردت أن أنبه إخواننا المسلمين في إريتريا أن لا يشاركوا في مثلها، وأن لا يرسلوا بناتهم، وأن لا يرسلوا أبنائهم، ليتقوا الله في ذلك. لا يجوز أبدا في شريعة الله أن تعمل. والفتاة التي تذهب إلى مثل هذه المحافل يجب أن تعلم أنها آثمة، والشاب الذي يذهب إلى هذه المحافل يجب أن يعلم أنه آثم، ليفرحوا بطريقتهم الخاصة. هذا ما أردت أن أقوله في هذه المسألة، مسألة الفرح ومسألة إذهاب الغل والبغضاء والعداوة. وبهذا أكتفي، وشكرا لك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم أستاذ دكتور جلال. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه السهرة الجميلة. نطلع فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أهني إخواني المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك. أحب أهني أخواننا العاملين في قناة السلام والمشاهدين، وإن شاء الله ينعاد عليكم بألف خير وصحة وسلامة. الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام، صمنا أياما أحلى الأيام. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا موسى كبيرة، روح اسعد يكبر لكم مس تلفزيون سلام. صمنا أياما أحلى الأيام، يا ربي أعدها كل الأعوام، صمنا أياما أحلى الأيام. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. محدثكم أنس بن بيان، ومقدم في قناة سلام. صمنا أياما أحلى الأيام، يا ربي أعدها كل الأعوام، صمنا أياما أحلى الأيام. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين قناة السلام، كل عام وانتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاده الله علينا وعليكم أياما وأعواما عديدة. محدثكم عبد الرحمن برهان. صمنا أياما أحلى الأيام، يا ربي أعدها كل الأعوام، صمنا أياما أحلى. مرحبا بالإخوة المشاهدين والمشاهدات مجددا في هذه السهرة. هنالك لحظات ومواقف دائما ما ترسخ في أذهاننا وكان لها تأثير علينا، فما بالك بمن هم قدوتنا من المشايخ والدعاء. فضيلة الشيخ عبد العليم إدريس، في دقائق معدودة لو تحكي لنا من تلك المواقف المضحكة التي رسخت بذهن فضيلتكم. سبحان الله، يعني ليست يعني هي قصيرة جدا ولكن مضحكة دائما نضحك كل ما جاء العيد. يعني كنت تقريبا في كما ذكر أول شيء الدكتور بروفيسور الشيخ جلال، سبحان الله ما يحدث في كرن قد يكون في مدن أخرى كذلك نفسها. بحيث في المدينة اللي كنت أنا أعيش فيها تسمى مندفرة، فكان في حوالي 5 أو 6 مساجد في ذلك الوقت، وكان كل مسجد عنده راية معينة يرفعها علم، ويجتمع الإمام والأعيان كلهم ويذهبون ويكبرون ويهللون إلى أن يصلوا مصلى العيد. وكان سبحان الله في ساحة المدرسة كانت في ذلك الوقت تسمى الإسلامية، مدرسة إسلامية، وإن لم تكن يعني مناهجها إسلامية يعني.
وهناك يحصل التقاء بجميع، والقاضي يخطب، قاضي المدينة بأكملها، هو كان قاضي واحد. كان سبحان الله محاكم شرعية كذلك كانت توجد يعني للمسلمين لمن أراد أن يتحكم فيها في ذلك الوقت. لكن الشيء الطريف تقريبا حدود في 10 من عمري، كالعادة يشتروا الآباء يعني الطفل يفرح بملابس العيد، لأنه هذا الشيء الذي كان يدخل السرور بكل ملابسك وبما فيهم أكرمكم الله النعال والجزم تكون جديدة يعني. فأنا أصريت أن ألبس الثوب وأنا لم يكن لدي ثوبا يعني. خلاص عندما جاء رأى الوالد هذا إصرار يعني أعطاني ثوبه وأنا لسه فكان الثوب هذا يعني تقول يعني كأنني أنا يعني نملة في الجبل يعني. فما عرفت كيف أمسكه وأصريت وذهبت فيه فعلا لمصلى العيد، ولكن كان يعني انبهار بالثوب. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير شيخنا عبد العليم، أضحك الله سنكم. شيخنا تسمعنا؟ أسمعكم. تفضل أكمل. يعني الثوب والطاقية والعمة كلها مستعارة من الوالد، لأنه عمر الصغير هذاك ما معتاد إنه يلبس هذا الشيء يعني. في المرتفعات يعني مدارس، سواء كانت ملابس المدرسة يعني بنطال والقميص وغيرها اللي هي يونيفورم اللي كانت معتادة، فما يشتري لك واحد الثوب يعني في ذلك السن. فكانت هذه من الطرائف المضحكة التي لا أستطيع أن أنساها، رحمة الله تعالى على الوالد. ندعو الله تعالى أن يغفر له ويجعله من أهل الجنة. فهذه كانت من الطرائف المضحكة التي وقعت لي نفسي، فما أحب أن أذكر حق الآخرين حتى يعني قد لا يحب بعض الناس يعني أن تظهر لهم يعني الطرائف يعني. بارك الله فيكم، وأدعو الله تعالى أن يعيد هذه الأعياد أعواما مديدة للمسلمين بالفرح والسرور وبرفع هذا البلاء الذي أصاب الكرة الأرضية جمعاء، لا يترك فيها مؤمن ولا كافر، كل أصابه. وندعو الله تعالى أن يعافينا مما ابتلاه به العباد، وأن يرفع عنا هذا البلاء، وأن نكون في الأعياد القادمة سواء كان في عيد الأضحى القريب أو غيره بالنعم والسرور، ورفع عنا هذا البلاء، ونجتمع في صلاة العيد كما ذكر الشيخ جمال. عندما ترى أكثر من 100,000 في مصلى واحد وفي بلاد الغرب، هذا المنظر صراحة يعني لو لم يراه إنسان يكاد لا يصدقه. فندعو الله تعالى أن نهنئ أنفسنا وجميع المسلمين وقناة السلام كذلك العاملين عليها، نبارك جهودهم في هذا العيد وفي غيره. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم الخير وبارك الله فيكم شيخنا عبد العليم إدريس، فقد كنت ضيفا خفيفا ظل علينا وعلى المشاهدين. شيخنا أبو حنيفة، يعتقد الكثير أن المشايخ جامدون لا يضحكون ولا يتفاعلون مع المجتمع، منغلقين في صومعة من التشدد والتعصب، فهل لك شيخنا أن تحكي لنا بعض المواقف الطريفة التي مرت بك مع هكذا اعتقاد؟ بارك الله فيك. فعلا هذا خطأ كبير جدا يعني لمن لم يعرف طبيعة يعني هذا الدين. نعم. هذا الدين الذي جعل ابتسامة الرجل في وجه أخيه صدقة، وهي شعبة من شعب الخير التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلم أن يباشر بها الآخرين. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى يضحك، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعل من بيانه في القرآن أنه هو الذي أضحك وأبكى، أن الله سبحانه وتعالى يصرف أقدار الناس إلى هذا وإلى هذا،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم بساما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ضحوكا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، وإذا سمع الطرفة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه. فالابتسامة صدقة في ديننا، فمن لم يفقه هذا الأمر حتما أنه ربما يظن أن من سرق التدين والتخشع طيب أن لا يضحك الإنسان، وهذا حقيقة يعني فهم خاطئ. فأذكر في من المواقف الطريفة ربما التي مرت بي أننا كنا في من المجالس ضم يعني لفيفة من الإخوة من مختلف المشارب ومختلف البقاع الأرض. فكان من بيننا رجلا فيه تصوف، وجاء من بلد عربي للدعوة، يعني جاي مع جماعة التبليغ إلى بريطانيا، فضمنا مجلس من المجالس. فبعد الانتهاء من المجلس الرجل أراد أن ينبهنا إلى سنة غائبة في ظنه. طيب، فبادر بأصابعه بعد الأكل مباشرة إلى أحد إخوانه القريبين منه، فقال: أظن أن من السنة لعق الأصابع، فأنا أمد لك بأصابعي لتلعقها. فأنا فوجئت، يعني قلت: يا حبيبنا من أين أتى بهذا؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بعد الانتهاء من الأكل يلعق الأصابع ويلعقها. هذا طيب يا حبيبي، هذا بين الزوج والزوجة. طيب، يعني من باب التودد والتلطف لزوجته. طيب، انك تمسك اصابعها، يعني سبحان الله تلعق اصابعها. طيب، يعني سبحان الله تدخل الى قلبها الفرح. اما انك انت تاتيني باصابع لا ادري اين كانت طيب، تريد ان تلعقني اياها من باب احياء السنه، فهذا يعني خطا يعني كبير. وسبحان الله من تنبه الى نهي النبي صلى الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر بإعادة الوضوء من أكل مما مست النار، من هذا الباب. طيب، العرب لم يكونوا يتنبه إلى قضية النظافة وغسل اليدين بعد الأكل. طيب، وأكلهم في معظم الأحيان يكون فيه المواد الدسمة والزيوت وغيرها، فكانوا أقصى ما فيه أنه ممكن الواحد يمسح بشعر رأسه أو في ملابسه ويمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعود الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على مسألة النظافة وغيرها، فكان يأمرهم في بداية الأمر أنه إذا أكلتم مما مست النار طيب أن تجددوا الوضوء حتى يعني أصبحت هذه سجية فيهم، ثم بعد ذلك تغير الحكم إلى أن يعني نسخ هذا الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مروي عن ذلك، أو كما هو مروي عنه يعني. جزاكم الله خير شيخنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني موقف آخر طريف. أننا كنا في عزاء، فالأخ الذي ذهبنا إليه نعزيه يضحك. طيب، أو في ناس يعني طباع الناس تختلف، يعني في ناس سبحان الله ضحوك، يعني حتى أنه في أعز المواطن التي يعني سبحان الله يعني يبدي يعني المفروض أن يظهر فيها الحزن وكذا يغلبه طبعه الضحك، ولكن هذا الأخ كان يفعله تدينا تعبدا هكذا يعني. قلت له: يا أخي فلان ليس من عادتك يعني ربما من حول الصدمة أو كذا. فقال: لا، أنا قرأت قصة للحسن البصري أنه لما الفضيل بن عياض لما مات له ابنه علي، فضحك. فسألوه الناس يعني يا أبا علي، يعني ما الذي حدث؟ لماذا يعني تضحك؟ قال: حتى
أريه أني راض عنه، أني راض عن الله سبحانه وتعالى وقدره. وهذا يعني سبحان مع جلالة قدر الفضيل بن عياض وغيره، ولكن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس يعني هديا وأرق الناس طبعا وأخشاهم لله سبحانه وتعالى. بكى حينما يعني مات إبراهيم، توفي إبراهيم عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع القلب لا يحزن وإن بفراقك إبراهيم لمحزنون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا أكمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان فعلا يعني يوصف يعني بالبساما يعني والضحوكا. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لنا أكمل، ونتمسك به ولا نتمسك به من ظن أن من باب التعبد لله سبحانه وتعالى إظهار إما يعني وجه المكفهر وتقطيب الحاجبين والجبين، أو التخشع الزائد الذي يعني يمنع الإنسان من يعني من إظهار هذه السنن. جزاكم الله خير شيخنا أبو حنيفة. بارك الله فيكم وإياكم يا رب. الشيخ محمد جمعة، في كلمة أخيرة، هل تمتعنا والمشاهدين بموقف من مواقف العيد الطريفة مع حضرتك؟ أنا ليس عندي مواقف طريفة كثيرة، أذكر أن يعني الشيخ عبد العليم كان يحكي، أنا أتخيل حقيقة منظره يعني بشكل وحكاية. أنا إذا كنت في البلد، وللأسف يعني إحنا لما كنا صغار كانت الفترات التي نحن فيها أطفال في عمر الخامسة وهكذا، كانت ظروف حروب في بلادنا في إريتريا لا أعادها الله إن شاء الله، نسأل الله السلامة لوطننا وكذا. فأذكر مرة كنا نسكن في يعني هاربين في جبال شاهقة في مناطق عنسبة، فجاء العيد وكان الناس من أجمل المناظر التي كنا نسعد بها وإحنا في الأرياف. كانت الناس من عادة الناس في بلدنا من حيث أتوا يكبروا ويحيوا السنة، يعني تجد مجموعة من هنا مجموعة. فكانت الناس تنزل تسكن مثلا في الجبال وتسكن في قرى متناثرة، فكان المنظر أنا لا أنساه إلى الآن، والناس يعني تنحدر من فوق المرتفعات والهضاب والأودية وتسمع يعني دوي التكبير يعني من كل مكان. فكان هذا المنظر يعني أكثر ما يشتاق إليه الواحد هو طفل. وأذكر مرة كنا هاربين في الجبال، فجئنا في مكان خصصوه للعيد في منطقة وسط، فلم يأتي الإمام، يبدو أنه في منطقتهم كان حصلت قذائف أو شيء من ذلك. وتعرف الناس هناك يعني ما في أصلا مشايخ كثير. فأنا أول مرة في حياتي أرى والدي يخطب بلغة عربية رصينة فصيحة حيث صلى بالناس صلاة العيد. أذكر طريف موقف طريف يسميه المشايخ الفوضويين. كنا في هولندا، وكنت مشيت زيارة من منطقتي إلى منطقة بعض الأقارب. فالإمام جاء أخ عندي وقال لي يا أخي نحن يعني عندنا الإمام هنا شوية متشدد وكذا، وإحنا عايزينك لو تخطب لنا العيد. فأنا كرهت نفسي أن أقحم نفسي يوم العيد يعني وأخذ منبر هذا الشيخ يعني، فرفضت أنا بشدة. بعدين جينا إلى المصلى، ولما جينا إلى المصلى الشيخ جاء واحد همس في إذنه وقال له يعني تقريبا الصلاة يعني. فالشيخ مباشرة قفز إلى طلع إلى المنبر وبدأ يخطب. فالناس قالوا الصلاة الصلاة الصلاة، فنزل فصلى بهم. فبعد ما صلى بدأ يعني يخطب، وليته لم يخطب يا أخي والله نزل على الناس كل آيات الصواعق والنكال والسلاسل، والناس في رعب. وبعدين بعد ما كمل يعني قال
لا بد أن أذهب وأعظ النساء في المسجد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا مسكت قلت يا شيخنا الرسول إنما ذهب إليهم لأنه ما في ميكروفونات ما يسمعون هو يعني أنت الآن النساء في العيد جايات متزينات وكذا وكذا، ما كان نساء الزمان تدخل عليهم المسجد على ماذا؟ النساء سمعوا خطبتك وعظتك، الرسول الله ذهب إليهم يعظهم وأنت وحثتهم ودخلتهم زرعت فيهم لعب اطفال ونساء كلهم وخلاص يعني كفايه ما يلزمك هذا. المهم جزاه الله خير يعني تقبلوا برضو الاخوه ما كانوا راضين هذا. وبعدين المهم بعد ما انصرف الناس تقول لي انت حرمتني من السنه، قلت له والله خير ما حرمتك، خليك النساء يجوز الانسان يذهب ويعظهن لكن ما الحاجه في ذلك الان يذهب مثل هذه المشايخ الفوضويين يعني حقيقه يعني مشكله، يعني لا يعرف يوم عيد ولا يعرف كذا. فالعيد يا اخي عيد فرحه يا اخي، يوم فرحه تدخل السرور على الناس وتذكر بالله وبالنعمه وكذا يعني. فنسال الله العفو والعافيه ان شاء الله. اللهم امين. الله يجزيكم خير شيخنا. نشكر فضيلة الشيخ محمد جمعة أبو رشيد على هذه المشاركة الجميلة وهذا السرد الجميل. بروفيسور جلال، بمناسبة هذا العيد وبسبب كثرة ترحالكم وتنقلكم حول دول العالم، إذا ملكنا حضرتك ورقة وقلم لكي تكتب عدد من الرسائل، واخترنا لك تباعا مجموعة من الجهات لكي ترسل لها هذه الرسائل، فماذا تقول؟ ولنبدأ بالشعب الإريتري بكافة مكوناته وقبائله، الأمة الإريترية المكافحة، الشباب الإريتري، والأمة الإسلامية. أتوجه إلى الشعب الإريتري في الداخل في الموطن، وأتوجه إليهم في الخارج في المهجر، مهنئا جميعهم بالعيد السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يجعله عيدا مباركا كما هو في أصله، وأن يعيدنا إلى ديارنا لنصلي الأعياد القادمة كل في مدينته كما كان يصليها أول مرة يوم كان صبيا، ويفرح فيها كما كان يفرح فيها وهو صغير. وأقول لهم حيثما كنتم اتقوا الله، فهذه وصية رسول الله، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصايا جامعة شاملة في كلمات موجزة، ولكنها تحوي الدين كله في العلاقة مع الرب والعلاقة مع المربوب مع العبد. اتق الله حيثما كنت حيثما وجدت، وأتبع سيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصيتي إليهم ورسالتي إليهم جميعا، سائل المولى عز وجل أن يوفقني وإياهم. شيخنا، ماذا عن الأمة الإريترية المكافحة؟ ما هي الرسالة التي ستوجهها لها الأمة الإريترية المكافحة؟ الكفاح ليس محدودا بزمن، فالحياة كلها جهاد وكفاح، والمرء يجاهد نفسه حتى لا تنحرف به عن الجادة، فهو في كفاح معها. وكلما حادت أعادها النفس اللوامة. فحياتنا كلها أيها الإريتريون حياة كفاح، وقد أمضينا 30 عاما في مسيرة الكفاح من أجل إعادة الوطن، وقد عاد الوطن، ولكن كتب علينا كفاح من نوع آخر
وكتب علينا كفاح لفترة أخرى فما زلنا نكافح. والكفاح يكون في مجال العلم بالإنجاز العلمي، حيث أوصي شبابنا أن يكافحوا في ميدان المعرفة ليحققوا أعلى الدرجات والمقامات فيه. وأول واجب في هذا الكفاح وفي طريق هذه المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى، التعرف إلى الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ومعرفة الله تعالى لا تكون إلا بالتفقه في كتابه الذي أنزل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الحكمة التي أوتيها مع الكتاب أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة، فهي وحي من الله سبحانه وتعالى عبر عنها رسول الله بلغته. وكفاح في الاقتصاد، فأدعوهم إلى أن يكونوا أغنياء لا فقراء، وأن يحرزوا من المال الكثير، فنعم المال الصالح للعبد الصالح يتلفه في طاعة الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء. فنعمل برؤية اقتصادية تمتد إلى أجيال إثال، وليس للعمر الذي نعيشه نحن، فلنجمع الملايين ونجمع الآلاف، ولكن من أجل أن ننفقها في طاعة الله، ومن أجل أن نترك ورثتنا أغنياء، فإن ذلك خير من أن نتركهم فقراء يتكففون الناس. وعلينا أن نكافح في ميدان العمل الاقتصادي كما قلت، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لذلك الرجل الذي جاءه سائلا وقال له: ماذا تجد في بيتك؟ فقال: حلس النجس، فقال: ائتني به، فجاءه به فطرحه في المزاد العلني حتى بيع وأعطاه ثمنه، ثم قال له: اذهب واحتطب، فلأن تذهب وتحتطب خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. وهذا معناها الذهاب في المشقات من أجل الثراء والغنى الاقتصادي. والأمة الإسلامية عليها أن تكون قوية اقتصادية، كما ينبغي أن تكون قوية سياسية، كما ينبغي أن تكون قوية عسكرية، قوية في كل مجال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. القوة الاقتصادية اليوم هي أقوى تأثيرا من قوة السلاح ومن قوة العسكر. الأمة القوية اقتصاديا لها نفوذ، والأمة القوية علميا لها النفوذ. فلا تحسبوا أن القوة هي مجرد قتال فقط، والإسلام جاء لنشر السلم والعدل في المجتمع، والعلاقة بيننا وبين غيرنا من البشر علاقة سلم. هذا هو ما أقوله في مجال الكفاح. نعم. يبدو أن الوقت بساط الوقت ينسحب من تحت أقدامنا، وحتى المخرج يطاردنا بالزمن، لكن لن نختم ما لم نسمع من حضرتك ذكريات ولو في دقائق معدودة، ذكريات مرت بك في عيد الفطر. أهم ذكرى مرت بي وما زلت أتذكرها حتى هذه اللحظة، ذكرى صلاة العيد في كرم. وهي ذكرى مؤلمة ومحزنة وليست مفرحة ولا مضحكة. ذكرى أخذ الناس يتداولون قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة من أيام رمضان أن مجزرة ستقع في المصلى الذي يجتمع فيه المسلمون، وأن الجيش الإثيوبي يدبر لمجزرة يوقعها على المصلين
بإمطار وابل من الرصاص عليهم وهم في الصلاة فلا تذهبوا إلى المصلى. هكذا الناس كانوا يتداولون قبل العيد بأيام. ويبدو أن الذين لهم يعملون في السياسة كان لهم علم بهذا، وفعلا الناس جاءوا في المصلى، وأنا كنت حاضرا أيضا في هذا المصلى، وجاء الجيش الإثيوبي وأحاط بالمصلى بدباباته، والناس يتوقعون بين لحظة وأخرى أن المدافع والنيران ستنطلق إليهم لتسقطهم واحدا بعد الآخر. والخطيب وكان وقتها الشيخ محمد إدريس عثمان رحمة الله عليه قاضي المدينة، القاضي محمد عثمان إدريس، القاضي محمد إدريس عثمان وليس محمد عثمان إدريس، القاضي محمد إدريس عثمان. كان لنا قاضيان، أحدهم قاضي إدريساي لم يعمل في كرن، والآخر قاضي محمد إدريس. القاضي إدريس محمد إدريس عثمان. هذا القاضي وهو يخطب أثناء الخطبة كان في حينا شاب اسمه صالح محمد حامد، وهذا الشاب يقال أنه كان من الخلايا التي تعمل في داخل جبهة التحرير في داخل المدينة، ويبدو أمر بأن يتسبب بفعل ما حتى يجعل المصلين ينفضوا من المسجد من المصلى ولا يتمكن الجيش من إطلاق الرصاص عليه. فدخل في بيته وأشعل النار على بيته، ولع عليها كبريت، والنار اشتعلت في البيت، والنساء يصرخن حريق حريق في المنطقة، وهي البيت بعيد من الميدان. والناس في المصلى رأوا النار تشتعل، والخطيب وهو على المنبر قال: أما الشباب فيذهبوا ليساعدوا في إطفاء الحريق، والخطوة طبعا بالعربي. أما الشباب فيذهبوا ليساعدوا في إطفاء الحريق، وأما الشيوخ فليجلسوا ليستمعوا الخطبة. قال هذه الكلمة ولكن الناس اتخذوها وسيلة ففروا جميعهم وتركوا الساحة فادية فيها أحد إلا الخطيب واقفا على منبره، والجميع اتجه كل إلى منزله، والشباب ذهبوا لإطفاء الحريق. وبهذا أنقذ الله سبحانه وتعالى المسلمين من هذا الإحراق، من هذا المخطط الجهنمي الذي كان يود أن يمطر وابل من الرصاص على المسلمين، وسلم المسلمون. ولكن بعد 3 أيام من أيام العيد كانت محرقة عونة التي أحرق فيها السكان في بيوتهم، وأحرق الصبيان والنساء، وكنت سوق وكنت أقتني دراجة أنا وزملاء لي من أجل أن نذهب إلى البساتين، فإذا بالطلقات والمدافع تضرب في كرن، والناس يقولون حريق حريق وعونة تحترق، فتركنا عجلاتنا دراجاتنا في الطرقات وذهبنا كل يهرع إلى بيته. ولما وصلت إلى بيتي وبيتنا في مكان مرتفع، وإن أرى من مسافة بعيدة النار تشتعل في عونة. هكذا في 3 أيام العيد أو في ثاني أيام العيد، لا تذكرني اليوم التاريخ بالدقة. وبعد ذلك بعد ما حدث هذه المحرقة للأسف سمح للناس في 5 من أيام العيد أن يأتوا إلى هذه القرية ويدفنوا موتاهم. هذا الحدث الذي أذكره، وهو حدث مؤلم. كتب الله لنا العمر فأنقذنا من المحرقة أو المجزرة المدبرة، ولكن كتب لآخرين أن يلحقوا به سبحانه وتعالى، أن ينتقلوا من هذه الدنيا. أسأل الله عز وجل
أن يتقبلهم عنده. وبهذه المناسبة أتوجه مرة ثانية بالتهنئة بالعيد إلى جميع شعبنا في الداخل وفي الخارج. والسلام عليكم. جزاكم الله خير الأستاذ الدكتور جلال. الشيخ أبو حنيفة والشيخ محمد جمعة، نريد في دقيقة يعني مجموعة من التهاني ترسلونها للمشاهدين والمشاهدات. فلنبدأ مع الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد. طبعا التهنئة لشعبنا في مدنه وقراه في داخل البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن تكون أيام خير وبركة وفرحة، وفقط أوصيهم بإظهار الفرحة، لأن إظهار هذه الفرحة هي التي قوة المسلمين ونظامهم الاجتماعي وتماسكهم وتعاضدهم. وكذلك نحيي يعني جموع الإريتريين في معسكرات الشتات واللجوء في الدول المجاورة، وأيضا أحيي جميع الأخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم المنتشرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يرجعهم إلى بلادهم سالمين، فجميعهم والأمة الإسلامية عامة إن شاء الله تعالى. يعني التهنئة الحارة، ولكم أنتم شبكة سلام وقناة سلام أن أتحتم لنا هذه الفرصة للتواصل مع شعبنا في الداخل والخارج، فالتحية لكم عطرة جميعا، يعني جزاكم الله خير. وإياكم يا رب. الشيخ أبو حنيفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم. اللهم آمين يا رب. ونسأل الله سبحانه وتعالى ممن فازوا بقبول أعمالهم وطاعاتهم. فتهنئتي للشعب الإريتري المسلم تهنئة صادقة وحارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بعد الشتات، وأن تعم الفرحة بإذن الله عز وجل كل البيوت وكل الأسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن كان معنا فيما مضى من سنوات ولكن لم يدركوا هذا الشهر الكريم الذي مضى، كذلك أن يلحقنا به غير خزايا ولا مفتونين. فتهنئتي للأسر المسلمة والأفراد الإريتريين المسلمين بهذا العيد المبارك، أن يتقبل منهم طاعاتهم وأن يجعلهم ممن فازوا برضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خاتم النبيين. وجزاكم الله خيرا على إتاحة هذه الفرصة كي نطل على شعبنا عبر هذه القناة الجميلة والرائعة. جزاكم الله خير شيخنا. بالمناسبة أيها المشاهدين والمشاهدات، الشيخ أبو حنيفة فقد والده قبل أيام من العيد، نسأل الله أن يرحمه وأن يجمعه ويجمعنا جميعا في جنات الخلد. نشكر الشيخ جمال سعيد رغم أنه كان معنا، ولكن يبدو أنه في مشكلة في التواصل. نشكر جميع المشايخ الذين تحملونا وتحملوا هذا السهر معنا، ولإسعادكم ولتنبيهنا وتنبيهكم بأحكام العيد وآدابه وبعض المواقف الطريفة. ولكن تستحق هذه السهرة أخي أحمد أن نشكر المشاهدين والمشاهدات والمشايخ ببعض من الأشعار حتى نختم هذه الحلقة. فلتتفضل. نعم، لا بد أن نشكر المشاهدين على حسن المتابعة، ونشكر كبراء قومنا من المشايخ الأجلاء، وأيضا لا ننسى هذه المناسبة وهي العيد المبارك، فنقول أطل العيد في ثوب جميل يطوف على الرواب والسهول، فأسفر في صباح العيد وجه ووجه فيه آذن بالأفول،
وكم قلب تأوه في صباح، وكم دمع تهامى في أصيل، وكم بالعيد من بيت سعيد تذكر فاستحال إلى عويل، وجاء الحب يغمر كل قلب يبدد قسوة الهجر الطويل. أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وصلنا إلى نهاية سهرتنا الشائقة والممتعة، وقد آلمنا وداعكم، ولكن على أمل أن يتجدد اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. Ah